ازيكم يا شباب اخباركم ايه يا رب تكونوا بخير. level 8 ده مرتبط ارتباط كبير قوي بlevel 7 اللي هو الليفل اللي فات اللي احنا شرحنا فيه الانيميشن. هنشرح ان شاء الله في الفيديو ده بعض الموديفاير اللي ممكن تنفعنا في الانيميشن، يعني ممكن نمسك الموديفاير ده نحطه على الموديل ونعمل بيه انيميشن. الحقيقه ان الناس كلها فاكره ان الموديفاير ده حاجه بنعملها على الموديل وبتثبت على كده وخلاص، لكن الموديفاير تقدر تعمل بيه حاجات كتير قوي بالانيميشن لو أنت اجتهدت فيه وتعبت نفسك فيه شوية وذاكرته شوية. طيب كلنا طبعًا عارفين الarray modifier هنبدأ بيه. الarray modifier ده إحنا عملناه طبعًا إن إحنا مجرد بنخش على الmodifier ونعمل add modifier array modifier ونكرر الcount بتاعه وشكرًا على كده، إحنا كده عملنا array عشان نعمل عدد معين. طيب تعالَ بقى نشوف هنعمل بيه إيه، وإزاي هنوظّفه في الanimation. أول حاجة لو خدت بالكم أنا لمّا عملت array في اتجاه الaxis بتاع الX المفروض ييجي كده، لأ هو جه مايل كده شوية. طب ده ليه؟ طبعًا إحنا شرحنا كتير أوي اللي لو إحنا مثلًا في حاجة غلط عملناها، هتأثّر على أي modifier عندنا، وهتأثّر على حاجات كتير أوي هنشتغلها. طَب إيه هي الحاجة دي؟ لو أنت جيت هنا في الdata وبصّيت هنا على الscale هتلاقي هنا الscale موجود 1.044 ده معناه الscale مش معمول له apply scale. لو كنتم مركّزين في الدروس اللي فاتت هتعرفوا إن أنا كنت لمّا آجي أشتغل دايمًا باعمل scale في الedit mode، ما باعملش scale برّه الedit mode ليه؟ عشان طول ما أنا مغيّر الscale في الedit mode لو عملت scale كده أهو، الscale بيفضل ثابت زي ما هو، ما بيتغيّرش هنا. طَب أنا لو جيت غيّرته برّه الedit mode أهو، بيفضل يتغيّر، وده طبعًا لو أنا عملت كده وما عملتش apply scale بيعمل لي مشاكل. ولو خدت بالكم برضه هنا الrotation برضه في قيمة، طَب ده معمول له اللي هو مش معمول له apply rotation. فإحنا هنا لو أنت جيت عملت control A وعملت apply rotation add scale هتلاقيه رجع مضبوط في الaxis بتاعه. ده يعلّمنا إيه، يعلّمنا إن إحنا ما نعملش أي حاجة أو أي خطوة تكبير، تصغير، rotation غير لمّا نعمل apply rotation أو scale. خلاص تمام. تعالَ بقى نشوف نقدر نعمل إيه بقى بالarray modifier. تعالَ هنا في الmodifier إحنا هنا عندنا الcount هنا أول حاجة الcount إحنا عارفين إن إحنا لو عايزين نكرر التكرار ده عدد التكرار بتاعنا هنخلّيه مثلًا 0 والفاكتور هنا بتاعنا ده الaxis بتاعنا سواء X أو Y أو Z. طب إحنا عايزين مثلًا نعمل animation نخلّي الغزالة بتاعتنا تتكرر هنا وترجع تاني، تتكرر هنا، ترجع تاني، تتكرر هنا، ترجع تاني، تتكرر هنا. هنعمل ده إزاي؟ طب إحنا هنا هنيجي على frame واحد ونبُص هنا أهو. طبعًا إحنا أي حاجة قُلناها عليها دايرة على اليمين هنا، اعرف إن ده ينفع يتعمل عليه keyframe. فإحنا هنا نيجي هنا 0 نعمل هنا keyframe وهنا keyframe ونيجي على frame 10 هنخلّي دي 10 ونخلّي الaxis X 1 ونثبّت keyframe هنا ونثبّت keyframe هنا. طيب إيه تاني؟ هنيجي هنا على frame 20 هنيجي هنا على frame 20 ونخلّي دي 0 ونعمل keyframe ونيجي على frame 30 ونخلّي دي -1 ونعمل keyframe. طب أنا عملت هنا ليه 0 تاني ما عملتش هنا ليه -1 على طول عشان ييجي من هنا على هنا على طول، لأ طب أنا عملت كده ليه؟ عشان الanimation أمّا اتحرك هو راح يمين الأكسس وجه وقف في السنتر تاني، بعدين وقف هنا أهو، بس أنت لو جيت شغّلت هتلاقيه أكنه راح هنا ورجع هنا تاني على طول، بُص. طيب ده ليه بقى؟ أنا لو جيت هنا مثلًا عملت دي هنا شوية، هتلاقيني عامل shift دي هنا وخلّيتها هنا أهو، تعالَ نشوف إيه اللي هيحصل، هتلاقيه هييجي هنا هتلاقيه ثابت، هتلاقيه هنا الحتّة دي ثابت، ما يعني الأول كان بييجي هنا ويروح جاي طالع على طول، يعني أكن ده لو جيت هنا حرّكت هنا على طول، هتلاقيه بييجي يمين بعدين يرجع على هناك على طول. طب أنا لمّا أكرّر الkey frame اللي أنا مثبّته في النُص هنا أهو، وأجيبه هنا شوية، فهو لمّا يمشي في الtimeline في الجزئية دي، هتلاقيه ثابت زي ما كان. أنا لو خدت ده كده شوية أهو، أدي 1 وبعدين سِبِت، بعدين راح جاي هنا شوية. طب أنا عايزه يروح هنا على طول، لأ أنا مش عايزه يروح هنا على طول، أنا عايز أثبّته. ليه؟ عشان أنا مثلًا محتاج إن أنا أخلّيه يرجع تاني في الaxis ده، يرجع تاني في الaxis في النُص، بعدين يروح الناحية التانية. تعالَ شوف هنعمل إيه تاني، تعالَ إحنا ماسكين الmodel إحنا راح هنا، هنرجع نثبّته تاني في الحتّة دي. طب أنا بدل ما أعمل key frame هنا تاني، أنا ممكن أروح جاي واخد الkey frame اللي هو اللي بيثبت فيه هنا تمام، وأروح جاي عامله control C وأعمل control V هييجي هنا في النُص تاني، ولكن أنا عايز أثبّته هنا كمان، فاعمل هنا إيه، فاعمل إن أنا إيه shift D وأجيبه من الحتّة دي، فهو معناها هييجي هنا برضه هيثبت. طب ماشي، بعد ما أعمل هنا أنا عايزه يمشي في الaxis بتاع الوضع، تعالَ هنا أهو، هاروح جاي واخدين
إحنا مثبّتين key frame هنا، هنيجي بقى في الframe اللي هو 70 ونخلّيه 1 في الaxis الY خلاص، ونعمل key frame عادي، فهو أصبح اللي هو هيروح يمين، هيثبت، ييجي شمال، هيثبت، هيروح ورا تمام. طبعًا عشان يثبّت برضه الY هناخد برضه الkey frame اللي هنا، هناخد تمام، يمشي كده أهو، بعدين هيثبت، بعدين هيفضل ثابت، هناخد دولي shift دي ونجيبهم هنا أهو، ونيجي هنا بكل بساطة هنخلّي الY -Y، تعالَ بس نطلّع شوية، هنخلّيه -Y ونعمل key frame هنا، يبقى أصبح اللي هو هيروح، لو بصيت كده أهو، هيروح يمين، بعدين هييجي هيثبت وييجي شمال، بعدين هيثبت، بعدين يطلع قدّام، هنثبت عشان ييجي ورا، تمام. إحنا كده عملنا يعني animation شكله كويس أهو، بطريقة الarray. طب أنت طبعًا تقدر تلعب بالanimation ده تخترع فيه زي ما أنت عايز، يعني أنت مثلًا لو جيت هنا على مثلًا إيه، تعالَ كده أهو، إحنا هنا هنيجي مثلًا على key frame هنا، هنيجي على الframe ده تمام، هو المفروض اللي هو عامل هنا إيه، -1. طب أنا لو جيت عملت هنا كمان -1 معانا في أكس الY، ورُحت جاي مثبّت الkey frame، شُفت هو جه بزاوية، لو خدت بالك كده بُص أنت راح هنا ولَف معانا بزاوية. طيب طبعًا تقدر توظّف كل حاجة، هارجع Ctrl Z، تقدر تعمل اللي أنت عايزه بالanimation بالطريقة دي. طيب إيه تاني ممكن أعمله؟ أنا بكل بساطة برضه ممكن أستخدم حاجة تانية في الanimation هنا في الarray، إيه بقى هي؟ هاشيل الkey frame دُولي عشان بس نيجي هنا على الaxis ده، نيجي على frame 1 ونعمل delete وآجي أعمل shift A نازل empty وأمسك هنا الغزالة بتاعتي، أروح جاي لاغي دي أنا مش عايزها، وبارجع أفتح دي وأفتح دي وأفتح الobject source تمام، هو كاتب لي إن هنا في object أنت عايز تعمل array عن طريق الobject ده، اللي هو تمسك الobject تروح جاي مختار الempty تمام، لو مسكت الempty دي وحركتها طبعًا هو ما فيش حاجة ليه؟ عشان إحنا لسه ما عملناش الcount، لو عملنا الcount مثلًا 20 أو خلّيه 10 ومسكت الobject ده وحركته يمين أو شمال هتلاقيه بقى بُص يعني شغلانة جميلة. تعالَ بقى نخلّي ده في النُص، هنعمل بقى إيه، هنعمله إزاي هنا أهو، تعالَ هنعمل هنا keyframe تمام، ونيجي هنا على ال10 مثلًا frame 10 نعمل G ونشدّه كده أهو مثلًا ونعمل keyframe، نيجي مثلًا على frame 20 ونعمل G كده أهو ونعمل هنا، نيجي مثلًا على frame 30 هنعمل rotation أهو، نعمل rotation كده أهو تمام، نعمل نيجي هنا هنعمل مثلًا إيه، rotation في اتجاه الX ونعمل هنا مثلًا إيه scale. شُفت بقى عمل إيه؟ يقعدنا بقى يشتغلنا بقى، إيه بقى اللي أنت عملته ده كلّه؟ شغلانة، لأ نصغّر شوية معلش، وبعدين نعمل R ونعمل R، تعالَ بقى شوف إحنا عملنا إيه، شُفت بقى؟ حاجة خطيرة طبعًا، طب أنت طبعًا أنت ما لكش دعوة باللي أنا باعمله دوًّا، أنا باورّيك هو يقدر يعمل إيه، أنت بقى خُش فنّن وشوف أنت عايز تعمل إيه animation بالarray modifier ده. طب خلاص إحنا كده انتهينا من الarray modifier، مش هنشرح فيه أكتر من كده، أنا بس فهّمتك اللي هو يقدر يعمل إيه. على كده frame 1 الغي ده مش عايزينه، تعالَ نشيل الarray modifier ده خلاص مش محتاجينه، وتعالَ برضه نشوف الmirror نقدر نعمل بيه إيه. هو الmirror نفس النظام برضه هيبقى في key frame نعمله، تعالَ نعمل هنا بس الmirror، طبعًا لمّا تيجي تعمل mirror هتلاقيه عمل معاك كده، لإن هو أصلًا ما فيش object أنت ماشي عليه، لو أنت جيت هنا عملت GX هيتحرك معاك يمين وشمال. هنضبطها إزاي؟ هناخد ده مثلًا إيه، يمين شوية في الaxis وإن إحنا نعمل حاجة manual ممكن نعمل shift A ونعمل empty، مثلًا ناخد الempty ديًّا ونيجي هنا نختار في الmirror object نخلّيه مثلًا إيه في الempty ده، عشان يبقى هنا يمين وهنا شمال خلاص. هنيجي هنا مثلًا على الaxis اللي هو الX والY والZ. طب أنت دلوقتي قُلت لنا لو في هنا مثلًا دايرة هتقدر تعمل animation، طب هنا ما فيش دايرة هاعمل animation إزاي؟ ما تقلقش يعني كل حاجة ليها حل يعني. تيجي هنا على الaxis هنا وتعمل I، فأنت هنا أمّا عملت I فتحت كل الaxis هنا أهو. طيب أنا عايز أقفل ده دلوقتي، أنا عايز أعمل يعني mirror على طول بإيه الaxis. طب تعالَ نشيل الaxis ده قبل ما نعمل I، نرجع Ctrl Z، هنشيل الaxis ده ونعمل هنا إيه I ونيجي على frame 15
ونعمل axis X ونثبّت key frame على نفس الضغطة هنا ونعمل I. خلاص، نيجي هنا على 30 عايزين نعمل mirror، شوف هنعمل mirror في الY؟ لأ خلّيها في الZ، فاعمل الmirror هنا في الZ، نيجي على الZ ونعمل I. طيب تعالَ بقى بُص كده، آه، أول ما تتحرك تيجي هنا اعمل mirror، هنا mirror، أنا هنا برضه عملت animation بالmirror. طبعًا أنت لو جيت هنا شِلت الkey frame دي خلاص أنت مش عايزها، خلاص أنت مش عايز الkey frame ده، وأنت خلاص ثبّتت إيه الmirror بالطريقة دي، خلاص. طبعًا لو جيت مسكت الempty وحرّكت هتلاقي الدنيا برضه هنا ماشية معاك، إذًا أنت ممكن تعمل animation في الempty لو أنت جيت هنا وجيت عملت هنا I وجيت عملت هنا أهو على key frame 30 وعملت هنا rotation وثبّتت I وجيت هنا على frame 50 وعملت G I، هتلاقي برضه عملت animation، أدي كده مشيت، أدي هنا لَف وعمل animation فحرّك الmirror بتاعك. فأنت تقدر بقى توظّف الmirror ده برضه في حاجة أنت ممكن تستخدمها، هي كفكرة كويسة، طَب استخداماتها إيه؟ لازم تشغّل دماغك بقى، خلاص، لإن ده برضه بييجي على حِس الإبداع، أنا جيت والله مُنتج هنا، هنا في إزازة كنز مثلًا مشيت من أقصى الشمال لليمين، وأول ما جات على اليمين راحت جاية عاملة mirror، عاملة بقت 2 اتكرّرت، لا إمّا عملت array لا إمّا عملت مش عارف إيه، بُص ضبّط نَفْسك كده وهتطلع بحاجة إن شاء الله، خلاص، أنت كده عرفت الفكرة، إحنا كده عرفنا دي، فإحنا تعالَ بقى نشوف إيه تاني. الغي برضه هنا الmirror خلاص تمام. في هنا modifier برضه، هنرجع لي بس في النُص، تمام، في هنا modifier اسمه build. الbuild ده أنا أقدر أعمل بيه إيه؟ الbuild ده خطير بس ما حدش عارف، يعني مش كتير بيستخدموه. يعني هو حلاوته اللي هو بيبقى مثلًا إيه، خفيف شوية، مش زي طبعًا الphysics الحاجات اللي بتبقى تقيلة على الجهاز، لأ هو ده يعني خفيف شوية. نقدر نعمل بيه إيه؟ تعالَ هنا add modifier ونيجي هنا هتلاقي حاجة اسمها build، هو موجود في الdeform باين؟ لأ موجود هنا في الgenerate أهو build. امسك الbuild بتاعك هتلاقيه هو اختفى لوحده، أول ما الاقيه اختفى لو أنت جيت هنا مثلًا لعبت في القيم دي هتلاقيه ظهر لك أجزاء منها، طب تعالَ نشوف هنشتغل فيه إزاي. طيب هنا مكتوب start frame، start frame ده هو بيبدأ يشتغل من frame كام؟ إحنا هنقول مثلًا من frame مثلًا 1. طيب هو بيقول لك طبعًا هو لسه مختفي، طيب تحت هنا بيقول لك هو أنت عايز المدة اللي اشتغل فيها كام frame؟ 100 frame؟ طب خلاص هي على 100 فريم هنا، طب إحنا هنخلّي دي 100 فريم عشان نشوف إحنا هنشتغل إزاي. لو أنت حرّكت الtimeline أو عملت play هتلاقيه بيتبني من جديد، قال يعني إيه، يقدر يتبني وبياخد ال100 فريم. طيب إحنا لو خلّينا بدل 100 خلّيها 30، فهو هيتبني في 30 فريم، لو جيت هنا شغّلت أول ما يوصل 30 فريم هتلاقيه خلاص اتبنى كلّه وخلص. لو جيت هنا على 29 هتلاقي في حتّة ناقصة، إيه هي بقى الحتّة الناقصة أهي، تمام، نيجي نرجع شوية هتلاقي في حتّة ناقصة أهو، وهكذا. طيب أنا عايز أخلّيه يكون باين ويختفي بدل ما يتبني، يختفي، إيه هو؟ هنعمل هنا reverse، إحنا مثلًا ممكن نروح جاي ضاغطين عليها هتلاقيه معمول، هييجي تشغّل هتلاقيه في frame 30 اختفى خالص، خلاص، أدي ده برضه animation ممكن نستخدمه. طبعًا هتقول لي أستخدمه إزاي؟ طب ما هو بيشتغل لوحده، لأ، أنت ممكن أول يعني start frame أنت مثلًا عندك عملت animation مثلًا إيه، للغزالة دي، رُحت جاي عامل كده أهو، عملت I، اقفل بقى ده خالص، هنقفله، عملت I وجيت هنا على frame 30 رُحت جاي عامل G Z وطلع فوق مع rotation كده أهو وعملت I، خلاص، هييجي هنا على frame 30 هيطلع فوق. طيب أنا بقى عايزه بعد، يعني هييجي مثلًا بعد frame 30 يبدأ يتأخر، باجي هنا باخلّي start frame 30 يعني يبدأ يعمل build من frame 30 وياخد في الحتة دي قد إيه، 30 frame، يعني هييجي مثلًا على أدي 10، 20، 30 هييجي على frame 60 هيكون خلاص اختفى. تعالَ بقى نشوف إيه اللي هيحصل، لو أنا جيت هنا وشغّلت ده كده، رُحت جاي عامل كده وعملت play هتلاقيه اختفى. فأنت تقدر توظّف الbuild في أي حاجة أنت عايز تعملها، وطبعًا أنت وإبداعك. طب أنا عملت هنا randomize، طب أنا تعالَ كده هنشوف عشان نشوفها واقعية أوي، هنيجي على الحتة دي بُص إيه اللي هيتغيّر لو أنا عملت randomize، هتلاقيه غيّر لك الحاجة خلّاها عشوائية. طب يختفي إزاي عشوائي؟ بُص بطريقة عشوائية. طب لو أنا جيت هنا وخلّيت عدد الseeds هنا، لو أنا كتّرته هتلاقيه خلّى لك عدد هنا القطعة دي بيكبّرها، أنا مثلًا هنا وليكن إيه 500، 700 تعالَ كده أهو، تمام.
فأنت كده عرفت modifier بتاع build ده modifier مهم جدًا وحلو أوي الeffect بتاعه بيبقى خطير، يعني أنتم طبعًا ما تتخيلوش الeffect ده ممكن يعمل إيه. تعالَ بقى نشوف إيه بقى الeffect اللي بعد كده، تشيل بقى الkey frame ده، نشيله delete، الغي الeffect ده خالص. طيب هتيجي برضه هنا نعمل add modifier، ننزل تحت هنا برضه هنا في الwire frame، اضغط على الwire frame، بُص هتلاقي الشكل بقى عامل بالمنظر ده. طب هو عمل إيه دلوقتي؟ هو جه على الfaces وفرّغ الfaces، فخلّى الحاجة دي كلّها عاملة زي الframe كده، الفريمات، هي اسمها wire frame أصلًا باين من اسمها. طب أنا ممكن أستخدم ده في الanimation إزاي؟ طبعًا أنت ممكن هنا يعني لو أنت مثلًا عامل wire frame كده، لو جيت هنا عملت key frame برضه في كل حتّة هنا، تقدر تيجي برضه هنا على frame 30 وتبدأ تلعب في القيم دي كلّها، يعني تخلّيها كده سمكتها كده أهو، تخلّي الoffset ده رفيّع شوية، وتيجي هنا مثلًا تخلّي دي مثلًا ليها قيمة مثلًا معيّنة، ممكن هنا تخلّي دي even تلغيها، تلغي دي كده مثلًا، تلغي مش عارف إيه، وتعمل key frame هنا تاني، وتيجي هنا على frame واحد وتلاقي بُص اتغيّر معاك، اعمل برضه الanimation ده. طيب في حاجة برضه ممكن أنا آجي هنا ألغي الkey frame ده كلّه، تمام. طبعًا الkey frame هنا مش ظاهر ليه؟ هو ساعات بييجي مثلًا في حاجة زي كده ما بيظهرش الkey frame هنا، لازم تعمل مثلًا هنا I عشان يظهر، أو تعالَ هنا لو فتحت Adobe Sheet، هنا في حاجة اسمها Adobe Sheet اللي هي دي، أول ما تخش عليها هتلاقي هنا الkey frame بتاعه اتعمل هنا، فأنت ممكن تسحب ده لتحت تبدأ بقى إيه، تشتغل هنا. أنت ما لقيتوش هنا أهو، مش لازم تخش من هنا، ممكن تخش هنا أهو، تختار Adobe Sheet مكانها، تمام. هو هنا مش ظاهر برضه، ده إيه الرخامة دي؟ خلاص خلّيك خُش من الmodifier على طول، اقفل هنا خالص، طب timeline فين؟ timeline تخش من الmodifier زي ما أنا دخلت من شوية، خلاص. تعالَ برضه اقفل بقى هنا، مش عايز أنا key frame هنا، أنت ممكن برضه هنا تيجي، ممكن تروح جاي مثلًا قافل دي، رجّع الoffset دي تاني، خلّيها 0، خلّيها 1 بقى والّا كانت إيه، القيم دي كلّها المفروض ترجع تاني زي ما هي. طيب تعالَ هنا هنعمل wide frame تاني، ونيجي هنا خلّي ده 0، ماشي. هنعمل هنا هنا مثلًا key frame، نيجي برضه نعمل key frame على كلّه هنا، ونيجي على frame 30، مجرّد ما تعمل كده أهو هتلاقي التخانة دي كترت، ونعمل هنا ونيجي هنا مثلًا على دي ونعمل key frame، فأنت هتيجي هنا أهو تلاقي بُص اللي بيحصل اتفرّغ، فأنت تقدر توظّفها برضه في كل حاجة، يعني أنت خُش جرّب، أكيد هتحتاجها في حاجة، أكيد هتعمل حاجة، وطبعًا الwire frame ليه برضه استخدامات تانية ممكن تعملها بيه، خلاص. يعني هو مش على قد الحتّة دي، هي على قد إن أنت ممكن لو أنت مثلًا عايز تنزّل cube مثلًا، تيجي هنا تنزّل cube، وجيت على الface ده مثلًا، تعالَ كده جيت على الface ده وفصلت، عملت V، أو جيت هنا مثلًا عملت X faces، تمام، أو عملت P selection، فأنت الobject ده بقى لوحده، خلاص. لو أنت جيت على الobject ده ورُحت جاي داخل على edit mode وماسكه وعملت subdivide يعني كام مرّة أهو، وعملت مثلًا هنا مثلًا كليك يمين book faces مثلًا، بقى معاك بالمنظر ده. طب تعالَ بقى اعمل بقى هنا إيه wire frame، عملت wire frame خلاص، هو كده أكنه مش واضح حاجة، لو طلعت بإيد نوت بُص عامل لك إيه. طب أنت ممكن تعمل إيه هنا بقى؟ طيب والغزالة دي موجودة، تعالَ امسك دي كده واطلع فوق، لو جيت هنا ودخلت على shading، هو كده ما فيش حاجة ظاهرة، الغي بقى، تعالَ هنا على الworld وخلّي دي مثلًا سواد، خلّيها سواد خالص، ورُحت جاي عامل هنا إيه، ماشي خلاص، ورُحت جاي عامل shift A ومنزّل point light واعملها كده أهو، مثلًا خلّيها مثلًا إيه في الجزئية دي، تعالَ بقى هنا خلّي الpoint light دي خلّيها مثلًا بنظام الكلفن، وجيت هنا على الstrings خلّيه صغير، تعالَ بقى شوف ممكن نعمل بيه إيه. لو أنت جيت هنا عملت plane وكبّرتها، تمام، وأنت بقى في الحتّة دي، لو أنت دخلت بكاميرا كده أهو بanimation ورُحت جاي لافف كده أهو، وتشوف الmodel ده كده في الجزئية اللي أنت عملتها دي في الwire frame، وعامل effect على الحتّة دي بالنور، يعني حاجة خطيرة. فأنت ممكن تشتغل على الwire frame ده توظّفه بطريقة غير طبيعية، حتى ممكن تمسك دي وأنت عامل الwire frame، لو جيت هنا في الmodifier ورُحت جاي عامل هنا برضه key frame، ورُحت جاي هنا على 30 ورُحت جاي لاغي دي وعامل key frame تاني، فأصبح إن أنت أول ما ييجي هنا أهو هتلاقي على key frame تروح جاي قافل، فأنت كده عملت برضه animation بطريقة معيّنة. طبعًا أنت بقى خُش وظّف وضبّط الدنيا معاك وشغّل دماغك وفكّر، هتطلع بنتيجة خطيرة، طبعًا كل حاجة بتنفع إن شاء الله. إيه تاني بقى ممكن نعمله؟
تعالَ بقى نلغي ده ونرجّع في الsolid mode ونيجي بقى نشيل الصندوق ده ونشيل ده مش عايزينه في حاجة، هنيجي هنا برضه نشيل ده خلاص مش عايزينه وأنت الpoint light بالسلامة. هنتكلم برضه على حاجة اسمها vertex weight. إيه الvertex weight دي برضه؟ دي حاجة في الmodifier برضه لو جيت هنا على الmodifier تيجي هنا على edit هنختار دي، هي اسمها vertex weight proximity. اضغط هنا وافتح شوف هنعمل فيها إيه. طب باختصار كده يعني إيه الvertex weight دي ولازمتها إيه وبتعمل إيه؟ الvertex weight دي أنا باقول له اللي في object مثلًا خارجي هنا معمول له animation بيتحرك من هنا لهنا، وهو بيتحرك خبط في الmodel ده، فهو وهو بيخبط في الmodel ده عمل effect على الmodel ده، وراح الناحية التانية فالeffect اتعمل، ولمّا الobject عدّى أو خرج الeffect راح. طب إيه بقى؟ يعني هاعمله إزاي الكلام ده؟ طبعًا أنت هتعمل هنا shift A وتنزّل sphere نصغّرها كده شوية، ونيجي هنا مثلًا هنا نخلّيها مثلًا لامسة الmodel هنا مثلًا، تعالَ كده نصغّرها شوية عشان تبقى على قد الmodel، تعالَ خلّيها مثلًا خابطة في الmodel هنا. طب تعالَ كده امسك الmodel في هنا vertex group. الvertex group دي بكل بساطة هي بتيجي هنا على الdata وتضغط على الmodel بتاعك عشان أصلًا تخصّص vertex group، تروح جاي داخل هنا في الedit mode وطبعًا وأنت عامل select بتعمل add فبتعمل هنا زائد هنا group أنت ممكن تسميه أي حاجة مثلًا dir بعدين بتعمل select هنا أهو وأنت عامل select تيجي هنا تعمل assign. طب أنت كده عملت assigned خلاص، طب عشان تعرف اللي هو اتعمل له assigned إيه، تيجي هنا تضغط control tab وتيجي هنا على الweight band تضغط عليها هتلاقيها لونها أحمر. طب أنت هي لونها كان إيه أصلًا يعني قبل ما تعمل assign؟ لو عملت هنا لغيت هتلاقيها لونها أزرق، ترجع كنت زدت هو اللون الأساسي بتاعها أزرق، بعد ما تعمل assign فبيبقى لون أحمر. طب أنا يعني أنا برضه مش واصلة هنقفل دي خالص، ونيجي هنا برضه هنا على edit mode ونمسك جزء واحد من ده، جزء بسيط هنا، ولو عملت هنا vertex group وعملت assign وجيت هنا على الwin bait هتلاقيه اللون ده القطعة دي بس هي اللي بقت إيه، لونها أحمر. فإذًا الvertex group ده بيمسك جزء أنت عايز تحدده عشان هتعمل عليه effect بأي بقى طريقة من الإمكان، سواء هنا بال vertex group أو أي طريقة أنت هتشتغل فيها. خلاص، فإحنا نرجع control Z تاني ونعمل control A ونعمل assign تخش على الweight bin تتأكد اللي هو عامل assign تبقى كده مضبوط. خلاص، نيجي نرجع بقى لobject mode. طبعًا لو أنت مش عارف تعمل control tab أنت بتخش هنا أهو وتختار الweight bent من هنا، راح فين؟ أهو الweight bent خلاص. طب تعالَ بقى نرجع نشوف إيه، وإحنا هنا في الmodifier بيقول لنا اختار vertex group، فبارجع هنا باختار group اللي أنا لسه عامل له assign دلوقتي، باختاره وهنا بييجي بيقول لك طب إيه الtarget object اللي هو عايز يخبط هنا يعمل effect، هو بكل بساطة تضغط هنا أهو هتلاقي لو جيت هنا هتلاقي الsphere بتاعتك اللي هي دي تختارها. طب الproximity ده إيه؟ هي بكل بساطة لو دخلت على الweight bent هتلاقي المفروض الobject يكون لمّا هو خابط هنا يعمل له يعني يعمل target هنا في الحتة دي. لو أنت جيت هنا على الobject وخليته geometry هتلاقيه دلوقتي لمّا خبط هو أثّر على الحتة دي. طب إيه اللي تحت ده هو بيقول لك عايز على الedge والّا على الface؟ هي هتبقى واحد لإن هو لو أثّر على الedge هيأثّر على الface هي، فخلّيها في الvertex دلوقتي. نيجي نبُص هو بيقول لك إيه بقى إيه الlowest والhighest يعني مثلًا ممكن لو أنت لعبت في القيمة دي هيقول لك عايزه لمّا ييجي يأثّر على حتة كبيرة أوي والّا حتة صغيرة؟ فإحنا هنخلّيه مثلًا حتة كده أهو صغيرة، وهنا برضه بيقول لك المسافة بتاعتها عايزة تبقى تأثّر في مسافة قد إيه، فإحنا برضه خلّيها صغيرة هنا برضه. طب أنا كده خلاص دخلت على الobject mode ومسكت بقى دي كده، ونيجي بقى نأثّر عليها هتلاقيها برضه ما عملتش حاجة. طب ده ليه؟ ده هنا بنفهم الmodifiers بتاعنا عشان يشتغل أنت محتاج كمان معاه modifier. هو إحنا كده يعني ده شغلته خلاص انتهت، شغلته إن أنت عملت خلاص الvertex group هنا وقُلت له إن الobject ده هيأثّر في الجزئية دي. طب إحنا بقى هنأثّر إزاي؟ لازم نعمل برضه modifier تاني عشان يأثّر عليه. تعالَ هنا نعمل add modifier نيجي هنا مثلًا ممكن نخش نعمل على إيه بالضبط هنا ممكن إيه، طبعًا وينفع بحاجات كتير تعالَ نضيفها له. لو جينا هنا تعالَ على الdisplace تعالَ نختار الdisplace أول ما تعمل كده ما تتخضش على اللي حصل. تخلّي الstrings أو سيبه زي ما هو تمام، ونيجي هنا نعمل new ونيجي هنا على الجزء ده نختار الtexture بتاعنا ممكن نخلّي هنا الtape نخلّيه مثلًا إيه، نخلّيه clouds خلاص، هتلاقيه بالمنظر ده معاك. لو أنا جينا بقى هنا في الmodifier الإعدادات بتاعته وجيت تحت هنا بقى اخترت الvertex group هنا عملته group هتلاقيه دلوقتي مأثّر على كل حاجة ما عدا الحتة اللي خابط فيها. طب إحنا عايزينه دلوقتي أول ما يخش
يبدأ يأثّر على الحتّة دي بعدين وإحنا بنحرّك الكورة يأثّر على الباقي، إيه هي بقى؟ نعمل invert هنا في الحتّة دي invert لمّا نيجي نعمل invert هتلاقيه دلوقتي أثّر في الجزئية دي. طب تعالَ بقى نجرّب دلوقتي نعمل G ونحرّك تلاقيه بُص عدّى عمل تأثير. Y لو أنت جيت هنا عملت I ونيجي هنا على فريم 60 نعمل G Y ونسحب كده أهو، نعمل G Z ندور تحت هنا شوية ونعمل I أصبح لو أنا جيت هنا أهو وعملت كده هتلاقيه في effect بيحصل، بُص. طبعًا القيمة دي أقدر ألعب فيها لو أنا جيت هنا مثلًا على strength وقوّته شوية هتلاقيه بُص عامل إزاي. الsphere ده ممكن أصغّره شوية برضه، الmid level يتضبط كده شوية. طبعًا ده جوّه ده تمام، الobject ده اللي إحنا المفروض أصلًا نختاره، ولكن تمام مضبوط كده. لو كده بصّينا يبُص، طبعًا تقدر تلعب قيمة زي ما أنت عايز زي ما أنا قُلت لك، وتقدر تعمل اللي أنت عايزه. طب أنا لو جيت هنا الdisplacement هو إحنا يعني عاملينه كده ورُحت جاي نازل تحت كده شوية، ورُحت جاي عامل add modifier ورُحت جاي على الجرينيت ورُحت جاي برضه مختار wireframe شوف هيعمل معانا إيه. بُص كده، طبعًا هنضبّط الwireframe نضبّط الحاجات دي كلّها. إمم، كنس خلّيه كده مثلًا، بُص كده، تمام، تمام. برضه الmodifier اشتغل وكل حاجة فيها اشتغل. الفكرة في الvertex weight دي إن أنت بتحدد الحتّة اللي هو عايز يعمل فيها تأثير. لو أنت جيت هنا برضه يعني لو أنا جيت هنا أصلًا من الأول خالص، شيل بقى ده أنا مش عايزه. لو أنا جيت هنا وجيت هنا على الvertex group عملت vertex group تاني، وجيت هنا في الedit mode وعايز مثلًا الجزء لمّا ييجي يأثّر مثلًا على الجزئية اللي فوق دي مثلًا، أمسك الجزئية دي عشان بس أقول لك ده أصلًا لازمته إيه. يعني هنا هنيجي هنا نعمل assign ونيجي هنا على الweight bend لمّا أعمل هنا أهو assigned طبعًا على الweight bend هتلاقيه برضه مضبوط هنا تمام. طبعًا أنا مختار الجروب ده أهو تمام، ده جروب واحد. تيجي بقى هنا على modifier هنا تختار هنا بدل جروب ده هتخلّيه مثلًا جروب واحد ونيجي هنا عند displacement نخلّيه برضه هنا جروب واحد. دي تشغّل تلاقيه بيأثّر في كُلّه ما عدا الجزئية دي. طيب تعالَ بقى إيه، نخش كده على طب تمام، تعالَ بقى نشوف هنعمل إيه تاني. طيب بُص، أنت ممكن برضه لو دخلت على modifier مسكت الغزالة بتاعتك ورُحت جاي عامل add modifier تاني ودخلت على الdeform ممكن تعمل الكلام ده كُلّه في الmodifier اللي عندك هنا كُلّه. لو دخلت على الdeform هنا واخترت وليكن هنا مثلًا symbol deform نيجي على الsymbol deform يبقى عامل كده أهو. طيب هنختار الobject هنا، تعالَ بقى نكتب ده الأول، ده مش عايزينه دلوقتي عشان إيه يظهر معانا. نعمل هنا الobject ده هنا بتاعنا ونيجي هنا على الvertex group نختار الgroup 1 نعمل invert ونيجي هنا ونعمل كده بُصّوا، عمل برضه نفس الحاجة. طبعًا تقدر تلعب في الإفكتات، يعني الإفكت نفسه تقدر تلعب فيه زي ما أنت عايز، يعني تشوف هتعمل فيه إيه. ولكن هي الفكرة أنا باقول لك اللي هو يقدر يعمل إيه برضه بكذا modifier. لو هنا twist bend trigger stretch يعني اللي أنت عايزه يعني ممكن تلعب بيه زي ما أنت عايز. خلّينا مثلًا كده مثلًا ونيجي هنا من الobject برضه نخلّيه وضع بُص دخل أكنه دخل في مَيّة كده وطلع. طب تمام، تعالَ نبُص هنا في إيه تاني ممكن نعمله. طبعًا تقدر تجرّب كل حاجة هتلاقيها نفس الفكرة برضه، ما فيهاش أي حاجة. طبعًا الbasics ده حاجة تانية. طب خلاص أنا كده تقريبًا الmodifier أنا خلّصته. تعالَ بقى شيل ده كله، أنا ما عدتش محتاج أي حاجة من الحاجات دي. وتعالَ هنا نشيل الvertex group ونشيل الsphere دي مش عايزينها وإحنا كده عندنا الغزالة بس. تعالَ بقى نشوف هنعمل إيه بالshape case. shape case هي هنا بتخش عليها من الdata هتلاقي هنا الshape case لو دخلت عملت plus بينزّل لك حاجة اسمها basis دي أول حاجة. تعمل plus تاني بيعمل لك K1. طيب الK1 ده أنا أقدر أعمل بيه إيه؟ بكل بساطة الK1 ده أنت ممكن تعمل بيه effect داخل الedit mode وتعمل له هنا مثلًا هيبقى في حاجة هنا نقدر نعملها animate عليه. إزاي الكلام ده؟ هاشرح لك أكتر. تعالَ بُص نيجي هنا إحنا دلوقتي في الedit mode وإحنا معلّمين على الkey فين. تعالَ نطلع كده وأنت معلّم على الkey ده تخش على الedit mode تيجي تمسك الغزالة هنا. أنا أقدر عايز أعمل إيه؟ أنا مثلًا عايز أكرمش وش الغزالة. أكرمشه إزاي؟ هاجي هنا مثلًا أمسك الجزء ده مثلًا وأعمل G وأدخّله هنا شوية وأمسك هنا أعمل G ولكن تعالَ نعمله بطريقة أحسن. تعالَ يا أخي كده نفتح الproportional edit نفتح دي كده ونمسك دي ونعمل G
لكن بقى تعالَ كده G ونصغّر دي شوية عشان أنا أعرف أشوفها، ماشي، أدي G أصغّر دي شوية وأجيبها بس كده يمين شوية، أدي حاجة، وأمسك دي كده مثلًا وأعمل G وأجيبها يمين شوية. طَب أنا عايز آجي هنا بقى أمسك دُولي وأعمل لأ extrude هينفع extrude نجرّب extrude لكده أهو، مع scale بالمنظر ده، الحتّة دي. خلاص، طب خلاص، أنا كده خلصت الحتّة دي مش عايز أعمل أكتر من كده، أطلع من edit mode هتلاقيها رجعت زي ما كانت، طب ده ليه؟ ده خلاص كده البيانات اللي أنا عملتها كده اتسجلت في الحتّة دي، لو أنا جيت حرّكت كده، كده بُص، اللي أنا عملته جوّه بيظهر معايا، أقدر أعمل animate ده إيه، إن أنا مثلًا آجي داخل ماشي كده مثلًا بالغزالة، أنا ممكن أعمل I هنا، تعالَ بس نعمل حاجة بسيطة، نعمل I نيجي هنا على frame 30 أعمل هنا I آجي هنا قصدي أحرّك آجي على frame 30 وآجي أعمل G وY وأحرّكها هنا شوية وأعمل I وبعد frame 30 هنا أبدأ أعمل هنا بقى إيه key frame تاني، أمسك كده الغزالة وأعمل key frame هنا بالvalue وآجي هنا على frame 50 مثلًا وأخلّي دي مثلًا 1 وآجي هنا أعمل key frame شُفت اللي حصل؟ هتيجي هنا هتلاقيه مشي وطلّع حاجة من بُقّه لحد frame 50 خلاص، فهي دي فكرة الshape case دي، إن أنت بتعمل حركة بتسجّلها جوّه الedit mode وبتنفعك بعد كده، ده ممكن ينفعك في إيه؟ أنت مثلًا عندك model معيّن، عندك كيس بلاستيك ثواني بقى نرجع نقفل أنا مش لو أنت جيت برضه هنا حلاوته الeffect ده أنت جيت ممكن تعملها تلغيه، هتلاقيه خلاص اتلغى، تيجي هنا هتلاقيه ما فيش أي مشكلة فيه ولا في أي حاجة حصلت فيه، ولا أكنه اتعمل أصلًا، خلاص اقفل كده، ممكن تستخدم الeffect ده في إيه؟ إن أنت ممكن معاك model زي ده، عايز تعمل effect عليه اللي هو مثلًا فجأة يروح جاي متطبّق كده مثلًا. طبعًا أنت ممكن تشوف الvertex والroot ده ممكن تحدد الحاجة اللي أنت ممكن تكرمش عليها أو ممكن تشتغل عليها، بس خلّينا بس إيه، نفهم الفكرة وبعد كده أنت ممكن تطبّق وتشتغل زي ما أنت عايز تعمل اللي أنت عايزه. طيب تعالَ بقى نعمل حاجة تانية، نيجي هنا على نعمل هنا K1 نيجي على edit mode هنعمل نخلّي الmodel ده مثلًا يتفعص في بعض، هنعملها إزاي؟ هنيجي بقى نعملها يدوي، لإن هي الحاجات دي ممكن تروح جاي ماسك الجزء ده وضاغط كده لجوّه تمام، ونمسك ده، ضاغط لجوّه، تمسك ده، تشده هنا وتمسك ده وتشده هنا أهو. وتمسك هنا وتشد لفوق، وتمسك هنا برضه وتشد لفوق، تفضل تحاول تجرّب كده وتعمل وأهي، نمسك كده مثلًا نشد ونجرّب نكبّر هنا شوية ونشد هنا ونكبّر شوية، وهنا برضه ونكبّر شوية، فهو كده يعني يعتبر خلاص ما عادش ليه ملامح، خلاص أهو. خلاص أنا كده مبسوط يعني بالنتيجة الهبلة دي، طبعًا إحنا بنجرّب إحنا ما بنعملش حاجة، ده حاجة ما لهاش ملامح. طَب اطلع من edit mode خلاص، يا ابني مالك يا ابن حبيبي. خلاص اطلع من الedit mode هتلاقي الغزالة رجعت زي ما كانت، لو جيت هنا على الvalue ولعبت فيه هتلاقي بُص بيكرمش الغزالة إزاي، هاقدر أعمل animation إزاي، هاجي برضه هنا في الvalue نخلّي هنا keyframe نمشي هنا على الframe 20 نيجي على frame 50 هنعمل الvalue 1 خلّي keyframe هنا طبعًا الحاجات دي أنا طبعًا هنيجي بقى هنا أول ما نيجي هتلاقي بُص اتكرمش بقى، طب أنت عايز تعمل effect تاني أنت ممكن تروح جاي عامل على frame 1 هنا تيجي على frame 1 هنا وتخلّي الvalue دي مثلًا كده أهو. خلاص، عشان تعرف تستفيد إيه، تعالَ على frame 20 واعملها، key frame هنا وتعالَ هنا على frame 50 خلّي دي 0 وخلّي key frame هنا، تيجي تبُص تلاقي نفْسك مكرمش وظهر، أكِن حاجة ظهرت، فاهمني؟ طبعًا أنت ممكن توظّف بقى الحاجة زي ما أنا قُلت لك أنا بافهّمك الفكرة وبافهّمك بيعمل إيه وأنت تقدر توظّف زي ما أنت عايز. طيب خلاص إحنا كده فهمنا الshape key وممكن تعمل بإيه، طبعًا أنت ممكن تعمل بيه حاجات كتير جدًا ما تتخيلهاش، عايز مثلًا تمسك model تاني تخلّيه مثلًا الغطا بتاعه مطبّق يعمل بُص هتعمل فيه حاجات كتير، يعني هي مثلًا أنت ممكن بقى حلاوة إن أنت ممكن تزوّد كذا shape key، يعني أنت ممكن تعمل كمان shape key هنا وتستخدمه في حاجة تانية، ممكن تروح جاي وأنت ماسك في shape key تاني هنا تروح جاي مثلًا عامل extrude وتطلع تاني أهو مثلًا تشغّله هتلاقيه يعمل extrude بعد ما تطبّق، بُص تخترع فيه بقى زي ما أنت عايز وعيش حياتك. طب أنا كده خلاص وصلت لنهاية الحلقة، طبعًا لسه في modifier تاني لسه ما اتعرّفناش عليها، ولكن هييجي وقتها لمّا نيجي مثلًا نخش في الmaterial عايزين نعمل texture معيّن، نعمل حاجة والDisplace يا جماعة دوًّا يعني لسه في حاجة تانية برضه هاقولها لكم عليها بس في ميعادها يعني، أنا ماسك الobject أهو دخلت هنا أعمل Displace فين الmodifier تمام، أقوم أضغط عليه، طبعًا ده ليه استخدامات تانية خالص برضه لازم تكون عارفها، إن أنا ممكن أخش على new هنا
واخش على texture مثلًا إن أنا ممكن أحط texture تاني خارجي واشتغل عليه، بس ده طبعًا هييجي وقته وشرحه يعني بنستخدمه في الزخارف والحاجات دي والنحت بدل النحت يعني بيدّي نتيجة كويسة جدًا، أمّا ييجي وقته هنشرحه وهنعمل فيه كل حاجة إن شاء الله. طبعًا أتمنى تكونوا استفدتوا من الحلقة دي، الحلقة دي مهمة جدًا، هي فيها حاجات بسيطة ولكن حاجات أكيد أنت أول مرّة تسمع عنها وتشوفها، لو طبّقتها كويس واستغلّيتها ووظّفتها في حاجات أنت تقدر مثلًا تخترع فيها يعني لو اجتهدت فيها وقعدت أنت حسب موهبتك، أنت ممكن تطلّع نتيجة أفضل من اللي أنا باطلّعها بكتير، طبعًا حسب اجتهادك وسعيك فيه. فأتمنى تكون استفدت النهارده من الحلقة دي، وإن شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم في الTeacher إن شاء الله، وإزاي تعمل Teacher بنفسك، الحلقة كلها هتبقى في الshading نتكلم بقى على الإيه، على الShade Editor ونتكلم على الMaterial نشوف هنقدر إيه، ونشوف الMaterial دي عبارة عن إيه، يعني نحاول نفصصها إن شاء الله. أشوفكم على خير، مع السلامة.